الصمت العقابي هو سلوك يتبعه النرجسي في بعض الأحيان عندما يكون غاضبا أو مستاء، حيث يختار عدم التحدث أو الرد على المواقف بشكل عام. لكن هذا النوع من السلوك قد يكون مضرا للعلاقات، وقد تكون هناك طرق لكسر هذا الصمت العقابي. أولا، التفاهم والحوار. قد يكون من الأفضل بداية محاولة فهم أسباب الصمت العقابي والتحدث مع النرجسي بطريقة هادئة ومفهومة. ثانيا، تقديم الدعم والاهتمام. قد يعود النرجسي للتواصل إذا شعر بالدعم والاهتمام من الشريك. ثالثا، تجنب التصعيد. من الأهمية تجنب تصعيد الأمور أو الرد بطرق عدوانية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد المشكلة بدلا من حلها. رابعا، التحدث بشكل مباشر. في بعض الحالات يمكن أن يكون من الضروري تحديد أهمية فتح الحوار المباشر مع النرجسي وإيجاد حلول معا. خامسا، التعاون على حل المشكلة. يمكن تحقيق تغيير إيجابي من خلال التعاون المشترك لحل المشكلات وتجاوز الصمت العقابي. سادسا، الحفاظ على هدوء الأعصاب. من الأهمية الحفاظ على هدوء الأعصاب وعدم الاستفزاز، حيث يمكن أن يساعد ذلك في إعادة فتح قنوات الاتصال. إذا استمر الصمت العقابي لدى النرجسي وتكررت المشكلة بشكل مستمر، فقد يكون من الأفضل البحث عن المساعدة المهنية من مستشار أو معالج نفسي لتقييم الوضع وتوجيه الطرق الصحيحة للتعامل معه.